جماعة، خلي بالكم. أي حد بينشئ محتوى أي حد بينشئ محتوى يخلي باله يخلي باله إنه ممكن يشيل ذنوب أكتر من المشاهدات اللي بتجيله. نعيد تاني. أي حد بينشئ محتوى يخلي باله إنه ممكن يشيل ذنوب أكتر من المشاهدات اللي بتجيله. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ممكن واحدة عايزة تكبر صفحتها، خلاص تنشر مشاهد خليعة، خلاص ده في حد ذاته ذنوب بتاخدها. واحد تاني بينتقدها في محتوى بتاعه، يعني واحد تاني بينتقدها في المحتوى بتاعه، يخلي باله برضه انه بينشر نفس المشاهد الخليعة بتاعتها. انت طالع تنتقدها، طب ما انت بتنشر المشاهد الخليعة بتاعتها، ما انت كمان هتاخد ذنوب. اه هتاخد مشاهدات، بس خلي بالك من الذنوب اللي ممكن تاخدها. ناس كتير مش واخدة بالها من الحتة دي. ممكن ما تجيبش مشاهدات بس هتشيل ذنوب. يعني انا ممكن المحتوى بتاعك يكون فكاهي، ما قلناش حاجة. ممكن المحتوى بتاعك يكون فكاهي، بس انت طالع تنتقد واحدة خليعة، فاهم؟ بتنشر الفيديوهات بتاعتها الخليعة على صفحتك، ما انت كمان هتشيل ذنوب. انت فرحان بالمشاهدات، افرح، ما قلناش حاجة. خلي بالك، والناس كتير هتفرح معاك، ما ذنوب هتاخدها، وكل واحد هيتفرج على الفيديو بتاعك هياخد ذنوب. واصله لك المعلومة؟ مش عايز اقول زي مين وزي مين وزي مين. ناس كتير عاملة المحتوى ده ناس كتير عاملة المحتوى ده ان هي طالعة تنتقد محتوى تاني، فاهمين؟ بينشر الفيديوهات دي في حد ذاتها ان انت تنشرها على صفحتك، شيل يا معلم. فرحان بالمشاهدات، بالمليون مشاهدة والاتنين مليون والتلاتة مليون، ممكن تاخد 16 مليون مشاهدة عادي، ملناش. كيف حالك؟ الحمد لله والله تمام. منور يا ميت ازاي. فانت ما تفرحش بالمشاهدات، ما تنشرش مشاهد خليعة عندك على صفحتك، وفي الاخر بيتقبض عليهم. يعني كل حد عامل محتوى عنده على صفحته، في الاخر سواء موديل بقى بيطلع تعرض الفساتين اللي هي بتعرضها، ايا كان بتعرض ايه، بتاخد ذنوب برضه، وفي الاخر بيتقبض عليها، وانت طالع تنتقدها في الاخر. فكر في محتوى يكون مفيد، وفي نفس الوقت انت بتستفاد منه وتفيد غيرك. فاهم قصدي؟ حبيبي يا مزايا، منور يا كبير. والله بتكلم بجد، يعني انا بتكلم بجد. ناس بتفرح بالمشاهدات. طب ما سهل جدا ان انا اطلع انتقد اي حد على صفحتي، سهل جدا اجيب مشاهد من على التيك توك او من على اي برنامج تاني واعرضها عندي واقعد انتقد فيه وهتزيد المشاهدات. بس ايه اللي استفدت؟ انا هفرح بالمشاهدات؟ ما انت هتاخد ذنوب برضه، هتشيل يا معلم معاها، هتشيل ذنوب. اصل انتشرت كتير الحكايه دي، انت فاهم معايا؟ يعني انت فاهمني. انتشرت كتير ان كل واحد يجيب محتوى تاني بتاع واحد تاني وينزله على صفحته ويقعد ايه يقول كومنتات عليه، والتعليقات تزيد والمشاهدات تكتر. مش واخد بالك انت برضه؟ مش واخد بالك ان انت بتشيل معاها في الذنوب اللي هي بتاخدها؟ بالعكس، ده انت بتنشر اكتر منها. يعني هي خدت مثلا مليون مشاهدة، انت اللي انت بتعمله بتعرض كذا حاجة بتاخد مشاهدات اكتر، فبتزيد ذنوبك اكتر. يعني لو اتفرج مليون واحد عليك، شوف هتشيل ذنب كام واحد. لان مفيش واحد دخلت عليه عامل محتوى الا لما شفته عامل المحتوى ده. يعني مفيش حد عامل محتوى ليه هو، خاص ليه هو. 90% من اللي عاملين المحتويات عاملين نفس النظام ده، يجيب مشاهد من على التيك توك خليعة ويعرضها على صفحته ويقعد يعلق عليها. يعني ايه وجه الاستفادة يعني؟ طب ما ده يتفرج وده يتفرج وده يتفرج، وانت هتشيل في الاخر ذنوب على قد ما تقدر. الناس اتعفرت بسبب الموضوع ده. يعني عندك الناس اتجننت بسبب الموضوع ده. كل واحد طالع عشان يشتهر، يعني كل ما تخلع اكتر كل ما تشتهر اكتر.
والله انا بقيت حكايه غريبه، كل ما تخلع اكتر كل ما تشتهر اكتر. اعمل محتوى يفيدك ويفيد غيرك، حتى انت تبقى يعني تحترم نفسك. يعني قبل ما غيرك يحترمك انت هتبقى محترم قدام نفسك. فاهمني؟ نزل يا عم محتوى كوميدي، نزل محتوى ترفيهي، نزل محتوى مثلا فكاهي، لكن مش شرط فضايح وكل طفل يعني. مفيش بيت مفهوش اطفال، طبعا مفيش بيت مفهوش اطفال. معنى ان انت معنى ان انت ابنك او بنتك يشوفوا المشاهد دي، احمد محمد منور يا احمد، معنى ان ابنك او بنتك يشوف المشاهد دي على النت، يبقى عليه العوض في الجيل اللي طالع. مفيش بيت مفهوش اطفال. ابنك او بنتك اللي في البيت ده لما يمسك التليفون بتاعك يقعد يقلب كده، فاهمين؟ يقعد يقلب كده على التيك توك، على الفيس مثلا، على اليوتيوب، يقعد يقلب كده يشوف المكان. حاجة مش مريحة خالص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منور يا أحمد. ازيك يا غالي؟ كلامك مظبوط. حبيبي، أنا غلطان يا أحمد في الكلام اللي بقوله ده؟ مظبوط. بتكلم بجد والله. يعني أغلبية المحتويات اللي بشوفها أنا، على فكرة واحد من الناس بخاف أمسك ولاد الموبايل من ممكن يشوفوها على الفيس أو على اليوتيوب. والله يعني المحتويات كده. بقت بص، المحتويات اللي بقت تنزل زبالة الزبالة. والله يعني بقت يعني النت اصلا سلاح ذو حدين، والمشكله يعني اليومين دول الشباب مستخدماه في الغلط قوي. حقيقي، ده حقيقي فعلا. النت سلاح ذو حدين، ممكن تستفاد منه، ممكن تضر بيه نفسك واللي حواليك. النت ده أقول لك عامل زي إيه؟ يقرب البعيد ويبعد القريب. يقرب البعيد، يخليك تتعرف على ناس من جميع أنحاء العالم، بس يبعد عنك أقرب الناس ليك اللي حواليك. والله بقى يعني ترجع للشخص نفسه، هو عايز ايه؟ عايز يفيد الناس ولا عايز يبقى مشهور على اي حاجه، سواء كانت ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا. ما هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها يا أحمد. إن أنا سهل جدا أعمل محتوى يا أحمد أنتقد فيه الناس. أنت فاهم فاهم. قصدي؟ يعني ممكن أجيب مشاهد من التيك توك دلوقتي، أو مشاهد مثلا واحد عامل صفحة أو واحدة عاملة صفحة خليعة مثلا، اقعد اجيب مشاهد من اللي هي عاملاه وانزلها على صفحتي واركب ده في ده، واعمل لك فيديو، بص اقسم بالله ومنتجه لك وانزله لك على الصفحه عندي. بس إيه اللي استفدت؟ انا هاخد ذنوب. ذنوب. انت فهمت؟ ليه بقى انا بنشر اللي هي بتنشره؟ يعني وبالعكس انت يعني، مش مش فاهم. بنشر كذا حد. انت فاهم قصدي؟ فاهم فاهم. فاهم قصدي؟ فاهم. انا مش حابب ان انت، في ناس مغيبة خلي بالك مش فاهمة الحتة دي. يعني اللي بينشر الحاجات دي على صفحته مش فاهم انه بيشيل ذنوب معاها. طب هي خليها، خلاص يا عم ماشي، مش شرط تنشرها عندك يعني وتقعد تنتقد فيها. معظم الشباب يعني اليومين دول اللي يعني معظمهم مش في المدارس، فمفكرين الحاجات دي حاجات عادية. خلي ومعظمهم عن تجربة يعني مستخدمين النت في الغلط. عن الله ينور. عن ان احنا بنشوف ناس يعني كانوا زمايلنا مستخدمين النت في الغلط قوي. انت ممكن تستفاد من النت ده، خلي بالك النت ده فتح بيوت ناس كتير. كتير اللي بس انت في الصح. الصح، فهمت قصدي؟ بفضل الله يعني مقدم محتوى ديني قرآن. ما شاء الله عليك. الصفحة بتاعتك اسمها ايه؟ انت قافل الكاميرا عندك صح؟ أنا عشان على السرير بس حاليا. طب لو انت صفحتك اسمها ايه عادي؟ احمد محمد حب اللي بكلمك منها دي. اسمها ايه؟ احمد محمد. محتوى ديني. محتوى ديني قرآن. طب تمام يا احمد، لو انت حابب تكتب اسم الصفحة بتاعتك في الكومنتات، اه ده مثلا احمد عامل محتوى ديني كويس. عارف يا احمد الناس عايزة ايه يا احمد؟ الناس عايزة ايه؟
الناس عايزة كل ما يبقى فيه هلس أكتر كل ما تشتهر أكتر، كل ما تبقى فيه تفاهة أكتر كل ما تشتهر أكتر، كل والله ما يبقى فيه، أنت فاهم أكتر، أحسن. كل ما تدفع أكتر كل ما تشتهر أكتر. في والله يا ناس أستاذ بقى عايشة محمد، على المبادئ، في ناس في ناس بيبقى عندها مبادئ بقى يا أحمد، ده مش فارق مع ربنا. مش فارق مع ربنا. الله ينور عليك. طب احنا مش عايزين كده يا أحمد. والله بقى يعني احنا وظيفتنا ان احنا ننصح احنا بس و... الحمد لله ماشيين بالستر بتاع ربنا يعني، مش عايزين كده. والله احنا بننصح بقى وكل واحد عارف الصح من الغلط، الحلال بين والحرام بين. هي بقت الموضوع سهل يا أحمد عند الناس، يعمل محتوى، يجيب، انت فاهم قصدي، عشان فاهم. يشتهر. هو مش يعني هو مش عامل المحتوى ده عشان بمبدأ ان هو ينتقدها، لا هو عامل المحتوى ده على اساس انه يشتهر على قفاها، فاهم؟ فاهم. فاهم. وصلت لك المعلومة؟ انا مش عاوز اقول مسميات، يعني في اكتر من محتوى لواحدة، لو انت متابع هتلاقيها بتعمل نفسها موديل، تقول لك شايف الفستان ده، طب فلا، الفستان ده بكذا، طب انت ما فاهم قصدي، وتقعد تلف ما شاهدش تلف الحاجات حوالين ديت نفسها. والله، عشان يعني المفروض اصلا يمنعوا التيك توك دوت اصلا من مصر، والله خارب الدنيا. هو مش في مصر بس، هو في كل البلاد يعني. الله يعني ربنا يهدي. المشكلة دي مش في مصر بس، المشكلة دي في كل يعني، أصل التيك توك ده مش مقتصر على مصر بس يعني، المشكلة عند الناس نفسها، الله ربنا أنت يهدي. فاهم؟ ربنا يهدي. يعني احنا في الزمن اللي مش متمسك على دينه، يعني اللي ماسك على دينه كأنه ماسك جمر من النار. إحنا بيقول لك إيه، ابدأ بنفسك، يعني إحنا مش ده لولا ستر الله مش ملايكة، علينا، لولا ستر الله علينا. إحنا بشر، أنت فاهم قصدي؟ إحنا بشر، كلنا مليانين عيوب، مفيش حد ملاك فينا، فهمت قصدي؟ الفكرة إن أنت المحتوى اللي هتنشره حاول تفيد بغيرك بس، على الأقل تكون حاول صدقة تفيد. ليك. على إيه؟ محتوى يفيد الناس والناس تستفاد منه، تكون صدقة ليك. الصوت بيقطع عندك، حاول تنزل من البث واطلع تاني، تمام تمام. الصوت بيقطع. فزي ما قال أحمد كده، ممكن تعمل محتوى ديني تفيد بيه غيرك، ممكن تعمل محتوى معلومات عامة. الغرض من كلامي الغرض من كلامي إن مفيش بيت مفهوش أطفال. ابنك أو بنتك لما يمسك التليفون ويشوف المشاهد دي يعني بيأثر عليه، فعلا بيأثر عليه. ابنك أو بنتك لما بيشوف المشاهد دي على النت بيتأثر بيها، وبتفضل في ذهنه لفترة من الزمن. الأطفال بالذات، إن أنت تنشر محتوى عشان تنتقد فيه محتوى شخص آخر، أو تصور مشاهد خليعة وتنزلها على صفحتك، ده في حد ذاته غلط، بتاخد سيئات عليه وبتاخد ذنوب عليه، واحنا بنتضرر منه. يعني انت ما تضرناش، ضر نفسك بس ما تضرناش. هتقول لي ما انت ما تتفرجش، اقول لك طب ما هو الفيس كله كده. المحتوى اللي انت هتنزله خلي بالك من المحتوى اللي انت هتنزله، مش علشان تجيب مشاهدات تشيل ذنوب. وصلت لك؟ اعمل اضافة تاني يا احمد وانا هقبلها، اطلع اعمل اضافة تاني وانا هقبلها. لو حد شايف ان كلامي غلط يقول، لو حد شايف ان كلامي صح برضه يقول. يهمني جدا اعرف رأيك، يهمني جدا اعرف رأيك في اللي انا بقوله. هل ان انت تنشر محتوى فيه مناظر خليعة ده صح او غلط؟ اكبر غلط، اكبر غلط، وبيأثر على اطفالك، بيأثر على اخواتك في البيت، بيأثر على الاسر اللي انت عايش فيها، بيأثر على تربيتك انت شخصيا.
انشر محتوى يفيد غيرك، انشر محتوى يفيد غيرك. أتمنى إن الناس أصحاب الصفحات الكبيرة يكونوا سامعيني. بلاش تضرنا بالمحتوى اللي انت هتنشره، بلاش تضرنا بالمحتوى اللي انت هتنشره، مش علشان تجيب مشاهدات بالمليون والاتنين والتلاتة واربعة تضرنا احنا. عارف ان انت المحتوى اللي انت بتنشره ده بيدخل كل بيت، عارف ان انت الحاجات اللي انت بتنشرها بتدخل كل بيت، ما تضرش غيرك. يا رب تكون فهمت كلامي، ويا رب ما اكونش طولت عليكم، وشكرا ليكم. سلام.